جماعة اللي هو أصلا قصتي مع زياد اوريدي يعني بقى لها فترة، مثلا في أول 2019 أول مرة اتعرفت عليه كان برضو في مسابقة كده للستاند اب كوميدي، وكنت أنا متوتر فشخ كده وداخل المكان مش عارف أنا هعمل إيه، وهو كان داخل كده هو عارف هيعمل إيه مش عارف إزاي. وفي التوقيت حضرنا المسابقة ديت وكسبها هو، وبعد كده شفت منه حاجات كتيرة قوي 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 تدل إن هو موهوب جدا يعني. ف قاعدين بنتكلم، كان قبل ما يخش الجامعه بتاعته كان لسه بيقول لسه طالب في المدرسه وبتاع. ف بقول له نفسك تخش ايه وبتاع، فقال لي نفسي اخش هندسه. فقلت له يا ابني انت ايه اللي بتقول ده؟ هندسه ايه يا ابني؟ انت مالتي يا ابني، ده انت بص عباره عن يعني موهبه كده ماشيه على الارض وبتاع. قال لك لا انا عايز اخش هندسه. استغربت فشخ. وفي التوقيت خلال دراسته بمبدأ دراسة يعني كنا في نفس التوقيت بنعمل عروض وبيكتب حاجات ويصور وتاسكات كتيرة هو خالقها لنفسه غير الجامعة خالص. فما تخيلتوش طالب أبدا لحد اللحظة اللي عدت فيها أيام كتيرة قوي، ولقيت نفسي بقى فجأة واقف معاه وهو بيقول لك أنا كاتب عرض عن هندسة. اكتشفت ان هو دخل الهندسة عشان يكتب عرض ستاند اب كوميدي اصلا، مش عشان يدرس. وعليه زياد بعد اذنك تعالى عرفهم يعني ايه هندسة. نسمع سقفة لزياد. ازيكم عاملين ايه؟ ايه العدد ده؟ يا جماعه يعني لا انا عايز اسمع دوشه عاليه قوي، عايز اعرف بس العدد بيجيبني فين بس. عبد الرحمن بنتيجس هنا النهارده. هنا اهو. ما تخافش يا عبد الرحمن، ما تخافش مش هتكلم عليك النهارده، بس حبيت اقول لكم ان هو موجود عشان في ناس كانت فاكراني خسرت صداقتي معاه. مبدئيا اعرفكم بنفسي للي ما يعرفنيش. انا زياد الشريف، شاب مصري في رابعه هندسه، المفروض هتخرج الترم ده. طيب انا قلت عشان تسقفوا لي، خلونا اقول الموضوع بطريقه ادق شويه. اعرفكم بنفسي، انا زياد الشريف بقالي 4 سنين بدرس في هندسه، المفروض ان انا هتخرج الترم ده، ومش هينفع اقول انا في سنه كام بجد عشان العرض بيتصور وهينزل على اليوتيوب واهلي هيشوفوه. يعني بص انا هلمح والتلميح هيبقى واضح، فانتوا ركزوا وهتعرفوا لوحدكم. انا اهم حاجه بس مفيش حاجه تتمسك عليا في الكاميرات. يعني اكيد يا جماعه انا مش بقالي 4 سنين ولسه بدرس في اولى هندسه. ايه لا بتضحكوا على ايه؟ لا يا جماعه اكيد انا مش مستهتر لدرجه ان انا اقعد 3 سنين بسقط في هندسه. بصوا يا جماعه، هو الموضوع ليه ميزه وعيب ان انا في اولى هندسه. الميزه ان انا شكلي دايما في اولى هندسه، يعني الناس كل ما تشوفني تقول ده في اولى هندسه. العيب ان انا كل مره في الجامعه بضطر اعمل صحاب جديده في الدفعه بتاعت سنه اولى. كل سنه في اخرها بكون وصلت لمرحله بقى له ايه، بنعرف الاسرار الدنيئه عن بعض ومش عارف ايه. اجي السنه اللي بعدها نبدا من الاول بقى، اللي هو بكون هوا شق زال والله والحاجات دي. بصوا يعني انا عايز اقول لكم بس حاجه في البدايه. انا مش فكره ان انا مستهتر فده اللي خلاني اسقط، تمام؟ انا عندي سبب مقنع جدا ان انا بسقط في هندسه. يعني مثلا السنه اللي فاتت سقطت عشان نسيت احضر كل المحاضرات، ونسيت احضر كل الامتحانات. حضرت امتحانين بس السنه اللي فاتت. الامتحان الاول كان في ماده اختياريه، اول ما شفتها قلت الماده دي انا ممكن ادرسها واروح امتحنها، شكلها كان حلو واخترتها فعلا، وقلت احضر كل محاضراتها وانجحها. الماده دي كان اسمها اساسيات اللغه العربيه للمبتدئين. ده اسم الماده دي، هي قصه حقيقيه. صحابي اول لما عرفوا ان انا ادخل في ماده بالشكل ده قالوا لي يا ابني انت عبيط، هتتقفش يبقى شكلك وحش وبتاع. قلت لهم يا جماعه محاضره يعني مش حوار. وفعلا رحت اول محاضره وانا كل ثقه، وداخل لقيت قاعه المحاضرات صغيره شويه. لقيت 6 طلاب والدكتوره
والسبوره يعني السبوره وراها مكتوب عليها الف باء تاء ثاء. هم واخدين لغايه ثاء النهارده. فقلت انسحب بكرامتي، انا عارف الدرس ده ممكن اذاكره في البيت مش مشكله، وبدات ارجع لورا. فالدكتوره شافتني فقالت لي بالتركي يعني انت معانا هنا في المحاضره. في كلمه انا بقولها لما بحتار في التركي، كل اللي بيعرفوا تركي بيقولها في بدايه الكلام، فانا بقولها عشان ابين ان انا بعرف تركي زيهم. فقلت لها شيء المشكله اللي بيعرفوا تركي بيقولوها وبيكملوا الجمله، انا ما عنديش اي محتوى في دماغي. كل اللي بيدور في دماغي ما تقولش اورتا كاب اتشار مسلم، ما تقولش اورتا كاب فقلت لها شيء بعدين جه في دماغي الاوبشن الثاني على طول، قلت لها ترك شيء بالميروم الله. قالت لي انت عربي، انت تتحدث العربيه، هل انت عربي؟ شيء عربشه بالميروم الله يعني. قرار غريب. قالت لي طب بتتكلم ايه؟ قلت لها وزر فرنش كلاس اي ونت وطلعت قلت مش هرجع. يعني هو الحضور عليه كام؟ 40%؟ 60% لو نجحتهم في الامتحانات خلاص يعني الموضوع هيتحل. وفعلا رحت اول 100 ترم في الماده ودخلت واخدت ورقه الاسئله. كان في مشكله بس بسيطه، هي الاسئله شكلها سهل، حروف كده متبعثره، الف حاء الف، يعني ميكس كده من الحروف. السؤال فوق مكتوب بالتركي. فانا مش فاهم. ونفس الكلام في السؤال اللي بعده، كلمات متبعثره، مصطفى ليلى خلف المصنع، ايه ده؟ والسؤال مكتوب بالتركي، واتمنى ما يكونش السؤال وصل الكلمات ببعض. اللي اضطريت في امتحان العربي اغش من صاحبي التركي، وحسيت بالغباء الشديد لدرجه ان انا قررت ان انا اعوض بده. في تاني امتحان رحت قلت اختار امتحان من التخصص واروح احضره واذاكره واثبت لنفسي ان انا مش غبي قوي للدرجه دي. وفعلا تاني يوم الصبح كلمت واحد صاحبي في الجامعه، قلت له ابعت لي محاضرات امتحان النهارده. بعت لي حوالي 20 محاضره، ذاكرت حبه حلوين يعني، ذاكرت حوالي 12 دقيقه حاجه في الرينج ده. ورحت الامتحان وانا داخل المراقب وقفني وقال لي انت متاكد ان انت معانا في الماده دي؟ قلت له في ايه؟ قال لي دي ماده سنه تانية وكده. قلت له عشان انا صغير يعني عشان شكلي. قال لي انا دكتور الماده وعمري ما شفتك. شيء والله ابي بان برده يعني ما. قال لي طب ادخل. دخلت قعدت، اكتشفت مشكلتين في هذه اللحظه. المشكله الاولى ان اكتشفت الماده اللي انا بامتحنها غير الماده اللي انا ذاكرتها في البيت. المشكله الثانيه ان الواد اللي انا طلبت منه محاضرات مش معايا في القسم اصلا، يعني انا كنت قابلته مره. فالامتحان بدا اسئله مقاليه، فكتبت اسمي 4 مرات واكمل. والدكتور مستفز لدرجه اللي هو النوع اللي هو ايه بيحب يتفقد رعاياه اثناء الامتحان ويشوف كل واحد كتب ايه. فانا قاعد بكتب وهو بيقرب، فانا اللي هو ايه مش عايز حد يغش مني بقى، فاهم؟ فانا قاعد بخبي على الورقه لغايه ما يقرب مني. اول ما قرب جاي نقلب بقى الصفحه الثانيه عشان ايه. ودي كان اخر امتحان حضرته في الهندسه. في منكم هيقول سايكو لسه قايل مزياد قال ان هو نفسه يخش هندسه وبيحبها ومش عارف ايه. انا مش عايز افهمكم ان انا ده يعني كنت بكرهها، انا فعلا كنت بحبها، بس في لحظه انت بتكتشف ان احيانا الحب بيكون كذب. الحب مش كل حاجه. يعني انا اكتشفت ان علاقتي بيها توكسيك قوي، واظن دي علاقه اغلبنا بالهندسه. مين هنا في هندسه يا جماعه؟ لا طلعوا صوت عشان مش شايف كويس. مين هنا في هندسه؟ ايوه. مين هنا في هندسه وبيحب هندسه؟ اقول لكم ليه. احنا بنخش هندسه واحنا فعلا بنحبها، لان هم بيكذبوا علينا واحنا صغيرين. احنا بنحبها واحنا اطفال، واحنا مش عارفين اي حاجه في الدنيا. تيجي انت كطفل قبلها ما تعرفش اي حاجه في الدنيا وعايز تسال حد كبير. تعرفين ان الاطفال لما يجوا يسالوا حد كبير يعني اللي هو في زرار في ظهرهم دايما ما اعرفش ليه بيسالوا بيه بابا ايه هي الهندسه؟ اقول لك شايف الفيلا الجميله قوي اللي هناك دي؟ عارف اتعملت ازاي؟ هي دي بقى الهندسه. شايف العربيه الجميله قوي اللي هناك دي؟ عارف اتعملت ازاي؟ هي دي بقى الهندسه. اي حاجه انت بتحبها، لو انت بتلعب لعبه على الكمبيوتر، شايف اللعبه اللي انت بتلعبها على الكمبيوتر دي؟ عارف اتعملت ازاي؟ هي دي بقى الهندسه. فانت كطفل بالنسبه لك الهندسه كل حاجه حلوه في الدنيا، فتقول له انا عايز اخش هندسه،
فاهو والله من صغره نفسه يخش هندسه، والله العظيم راسه مربع عشان نفسه، انا بقول لك من هو صغير. دقيقه بس اشرب ميه. في حين ان انت كطفل لو اتقال لك الحقيقه ان انت رحت لابوك قلت له بابا او لعمك او لاي حد كبير ايه هي الهندسه، وقال لك بص يا ابني الهندسه دي قسم انت لما تدخله جي بي اي فيه يعني بيتناسب عكسيا مع سعادتك في الحياه، كل ما سعادتك تزيد الجي بي اي بيقل، او العكس. في ماده فيزياء تعيدها 3 مرات بدون اي لازمه ملهاش اي علاقه بالقسم اللي انت بتدخله، بس شايف الفيلا الجميله قوي اللي هناك دي انت هتعملها عشان في يوتيوبر هيشتريها بعد ما يكمل مليون مشترك، وشايف العربيه الجميله قوي دي انت هتعملها عشان في لعيب كوره هيروح بيها التمرين كل يوم الصبح، واللعبه اللي انت بتلعبها بقى مفيش وقت للهبل ده يا حبيبي. فانا النهارده بكل بساطه جاي اقول لكم ما هي الهندسه، وعشان اشرح الموضوع بشكل مبسط قسمته لقسمين، قسم للناس اللي مش في هندسه وقسم للناس اللي في هندسه. مين هنا مش في هندسه؟ التانيين قالوا من شويه. بصوا يا جماعه يا اللي مش في هندسه، الهندسه باختصار عامله زي اداره الهجره، امنيات. انت في الحالتين بتدخل مكان بيطلع فيه ميت، يعني عشان تطلع بورقه تثبت ان انت بني ادم. سواء دخلت اداره الهجره او دخلت الهندسه بتعرف ان انت هتطول شويه. يمكن الفرق الوحيد ما بين اداره الهجره والهندسه ان اداره الهجره الورقه اللي انت بتاخدها بتحطها في المحفظه، بينما الحلو في الإفيه ده ان كلنا عارفين انا رايح فين. بينما في الهندسه الورقه اللي بتاخدها بتحطها في درج المكتب. دلوقتي بقى نروح لمين؟ لاخواتنا اللي في هندسه. مين هنا في هندسه يا جماعه؟ عايز اسمع صوت. الهندسه يا جماعه عامله زي السجن. امتى بتكتشف ان الهندسه زي السجن؟ المشهد ده صحابي اللي معايا في الجامعه بالذات هيلنكوا معايا في النقطه دي. المشهد وانت في اليمك هاني ماسك الصينيه الازاز بتاع الحديد بتاعت السجن ديت، وعندك محاضره لسه مخلصها وبعد نص ساعه عندك محاضره تانية وعايز تلحق تاكل بسرعه، وبتقعدوا حوالين بعض كده في منظر بائس، وكل الكلام اللي بيتقال ما بيننا كلام ما بيتقالش غير في هندسه والسجن بس. الاقسام التانية تلاقيهم بيتكلموا يقول له انت في سنه كام مش عارف ايه بتاع، مفيش الكلام ده عندنا. تلاقيهم بيبصوا لبعض يقول له انت قدامك قد ايه وتطلع من هنا. وتلاقي اجابات احزن، مش عارف والله انا دي تالت سنه بس انا شايل 5 مواد من السنه اللي فاتت. كل الاسئله بتبقى في نفس هذا النهج. انت نفسك تعمل ايه في حياتك لما تطلع من هنا؟ يقول لك انا كنت بحب الرسم، كنت بحب التصوير، كنت بحب مش عارف ايه. هو الموضوع بص، اكتر مشهد بتعرف فيه ان الهندسه عامله زي السجن، جرب كده وهم قاعدين في القعده الحزينه دي ارمي كلمه بس في النص قول لهم بس يا جماعه على فكره هندسه عماره هي اصعب قسم في هندسه. هتلاقي في حرب قامت ما بينهم بدون اي سبب، كل واحد بيحاول يثبت لك ان قسمه اصعب قسم في هندسه، والموضوع بيتمادى بيوصل لمرحله بيمس فيها شرفه. يعني ما في يعني يقعد يقول لك ده تلاقيه مش عارف احنا بنتبهدل فمش عارف ايه، احنا بنتفشخ، احنا وبيبداوا بقى ايه يوصلوا لمرحله غريبه جدا، ويوصف لك مشاهد. ليه دكتور الفيزياء عمل كده فيكم في الامتحان؟ دكتور واحد عمل فيكم كلكم كده وانتوا ساكتين عادي؟ وايه اللي يخلي دكتور محترم ولابس كرافته وفي امتحان يعني انتوا فاهمين انا مش هينفع اوصف. بيقعدوا يقولوا حاجات ما بنشوفهاش غير في مسلسلات اسبانيه، ومش اي مسلسلات اسبانيه، مسلسلات اسبانيه في السجن. بصوا يا جماعه انا مش جاي برضو اشتم في الهندسه وخلاص، انا جمعت لسته بعيوب الهندسه ومميزات الهندسه. فزي ما قلت لكم عيوب الهندسه، في مميزات للهندسه زي ان انت بيتقال لك يا باشمهندس، باشمهندس يا باشمهندس بتاع. الميزه الثانيه شاي
بصوا خلينا نتكلم في العيوب، هي بتيجي على طول. من عيوب الهندسه مثلا ان انت ناس بتتوقع ان انت بتعرف تعمل كل حاجه في الدنيا. دايما بتتحط في الموقف ده اللي هو مهندس ما بتعرفش ازاي. مره اتقالت لي في وشي حرفيا مهندس وما بتعرفش تتكلم تركي. غريب قوي يعني. ومره برضو كنت رايح لواحد صاحبي البيت، فقلت له يعني انا الجوجل مابس جايب لي اللوكيشن غلط، مهندس وتايه. ما رضيتش اقول له ان كلنا كمهندسين تايهين يعني، قلت خلاص. وبعدين انا فكره ان انا تايه ده مش نقص فيا، ده نقص في البرنامج المستفز اللي اسمه جوجل مابس، اللي الحياه كلها بتتطور وهو ما بيتطورش. دايما بيعمل الموقف ده ان انت بتروح يقول لك شايف بقى ال 500 متر دول؟ في الحته دي بقى ما تقرفناش بقى. انا متاكد ان نصكم حصل مع الموقف ده وهو جاي يعني، فاهم؟ انا طلعت فوق لقيت فيه كذا واحد ماشي اللي هو. واحنا كعرب خبرتنا مع الجوجل مابس قليله قوي، ان احنا ما عندناش الكلام ده في بلدنا. عندنا في بلدنا تيجي توصف بص في عماره مهدوده وراها في صندوق زباله 4 قطط مش عارف ايه. انا اول تجربه ليا في جوجل مابس كانت هنا في تركيا، هحكيها لكم. كان اول يوم ليا في تركيا وانا واقف امام ميدان شيرين إفلر المهيب. اللي مش عارف يا جماعه ميدان شيرين إفلر هو مكان مبدئيا في نصه فيه كلاب بتتخانق دايما، في عدد كبير من البشر وحمام على البشر، ومشهد سريالي كل واحد رايح في حته مستعجل. فانا واقف اول يوم ليا في تركيا، فقررت اسال واحد تركي عن الطريق، فقلت له excuse me how can I get to محمود بيه. انا متخيل انا قال لي هاي ويلكم تو تركي how can I help you. الوجوه البشوشه دي مش عارف ليه اتضايق ان انا سالته وحس بالمسؤوليه كده وكشر في وشي وقال لي تركيا biliyor musun؟ قلت له نو، كمل كلام بالتركي عادي اللي هو اتعلمه بقى. ما قال لي جمله طويله قوي، وفي اخر هذه الجمله قال لي اما بالميروم. فانا ما فهمتش، فقلت له I didn't understand. فقال لي نفس الجمله بنفس الطريقه تاني، وقال لي في الاخر اما بالميروم. اغبى حاجه ممكن تعملها كواحد ما بيتكلمش تركي ان انت تشبه التركي بالكلام العربي، فاهم؟ يقول لا بسطرمه احنا عندنا الجو ده. فانا قاعد قدام واحد بيقول لي اما بالميروم ومستغرب هو ليه جاب سيره امي في الموضوع. مره حصلت لي برضو في الجامعه، في اول يوم ليا في الجامعه داخل بتعرف على الدفعه الجديده، فلو بقى شباب وبنات بقى وقاعد بهزر معاهم بقى واقول نكت بقى بيقول لهم ان انا منفتح ومش عارف ايه وكده. في واحده بتضحك بتقول لا تشوك مانياك. شوك لا بقول لك انا منفتح بس مش للدرجات. انا مهندس للدرجات. مهم نرجع للراجل في ميدان شيرين إفلر وانا واقف قدامه، وانا قاعد برمي انجليش وهو بيرمي عليا تركي، ولا انا فاهم حاجه ولا هو فاهم حاجه، لغايه اما حصلت لي حاجه بتحصل لاي حد ماشي في ميدان شيرين إفلر، وهي بتسمع صوت واحد مصري في الخلفيه. دايما بتحصل، فاهم؟ غالبا يا اما بيتكلم في الشغل هو بقى لا الاسهم ومش عارف ايه، واحيانا في خناقات عائليه مصريه بتسمعها لو حرام عليك ومش عارف ايه، نوحه ما تزعليش في الشارع يا نوع. دايما في ده في الخلفيه. فانا اول لما سمعت اتبسطت ورحت جريت عليه قلت له انت مصري؟ لو سمحت انا عايز اروح محمود بيه. هنا ظهر الفرق ما بين الاتراك والعرب او المصريين لما تيجي تسالهم عن الطريق. الراجل نظر بسعاده عارمه، انت اخترتني انا وكاني دعوته الى الفراش، يعني في، وقال لي بكل جبروت هم قال لك فين؟ فانا لسه انا كل اللي عارفه في جوجل مابس ان هو قال لي في الناحيه دي، بس انا ما اعرفش امشي ازاي. فلسه جاي بقول له، قال لي بص يا باشا انت هتمشي من هنا
والفاجر القادر بدأ يرتجل قدامي، وبعدها هتخش شمال في يمين واسأل هناك بقى. فأنا قلت له شكرا، أنا عارف إنه غلط بس مش هينفع أقول له أنت غلط. يعني غريبة قوي إن أنا أسأل واحد على الطريق فيقول لي كذا أقول له غلط. فللأسف قلت له شكرا، وللأسف برضو اضطريت أمشي في الطريق اللي هو قال لي عليه، لأنه أكيد مش هيقول لي الطريق كده أقول له تمام شكرا. قلت له شكرا وبدأت أمشي في الطريق الغلط وباصص ورايا مستني أقرب لحظة إن أنا أتسحب وأجري من غير ما ياخد باله. الموقف ده بيحصل لنا كتير قوي في حياتي، هو حصل لي كتير جدا. عارف يعني ايه تبقى ماشي في طريق غلط وعارف انه غلط بس مكمل فيه عشان محرج من حد؟ هي دي بقى الهندسه. احنا كطلاب هندسه بنكتشف ان احنا في طريق غلط في نص الطريق. دايما ده بيحصل. بصوا يا جماعه، مفيش طالب هندسه ما عداش على الثلاث مراحل دول في حياتي من اللي انا شفتهم. المرحله الاولى ان انا اجي اقابله اول ما يدخل في الجامعه، اقول له بس انت ناوي تكمل في القسم بتاعك وتشتغل فيه؟ اكيد. اصل اقول لك حاجه، اولا قسم مهم، ثانيا هقعد ادرسه في 4 سنين كده 4 سنين. هقعد ادرسه في 4 سنين، فخلاص هكمل فيه، مش عايز اشتت نفسي باكتر من قسم بصراحه. المرحله الثانيه اللي هو غالبا في سنه ثانيه او ثالثه، نفس الشخص بيجي لي، زياد بقول لك ايه، بفكر اتعلم جرافيك ديزاين او برمجه ترجمه حاجه كده يعني. لا هي مش لا انا هكمل في القسم عادي، بس حاجه بس توزن معاه كده، فاهم، عشان الشغل وبتاع والفرص وكده. المرحله الثالثه وهي الاكثر بؤسا، ان هو نفس الشخص بيجي وغالبا بتبقى طبقه صوته قلت شويه. زياد بقول لك ايه، دلوقتي في انا و2 صحابي فتحنا شركه خدمات طلابيه لو جبت حد ليك نسبتك كلها نسبتي مبدئيا يا جماعه مفيش طالب هندسه في البلد دي ما اشتغلش في شركه خدمات طلابيه في حياته. والمشكله ان هم كتير قوي، يعني انت المشكله ان هم بتحسهم بيعملوا حاجه غلط، تحسهم بيعملوا هم نفسهم. انا اشتغلت في شركه خدمات طلابيه كنت بحس بالذنب ما اعرفش ليه، حاسس ان انا سمسار، حاجه عيب قوي كده ما اعرفش ليه. فبيحاولوا يخبوا الحاجه دي وهم كتير قوي ما بيننا. انا لسه من شويه كان في ناس واقفه فوق بتتكلم، فسمعت واحد بيقول لصاحبه بصوت عالي بس انا لسه ما قررتش اخش انهي قسم انهي جامعه اصلا. في 3 اتسحبوا حواليه وقربوا كده ايه بيسترقوا السمع، لغايه اما قال بس انا كده واخد سات واخش حكومي. لا وطبعا يا جماعه انا ليا اصحاب كتير هنا دلوقتي بيشتغلوا في شركه خدمات طلابيه، فانا جاي اوضح حاجه بس بالنسبه للناس اللي فاكره ان هم نصابين، وجاي اقول لكم يا جماعه بجد الشركات دي بجد مش نصابه. لا يا جدعان يا جدعان انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ لا اكيد مش بيتاجروا بمستقبل الناس. ارجوك ما تفسخش العقد. انا اشتغلت في شركه خدمات طلابيه لسبب واحد، اهم حاجه عندي في الشغل ان يبقى فيه كاريزما. انا كلب كاريزما كده. فبتشتغل في شركه خدمات طلابيه، انت كل يوم بتروح المكتب، تقعد على المكتب تفتح اللابتوب وتتواصل مع اولياء امور، ما تخافيش حضرتك مستقبل ابنك في ايدينا. الموضوع فيه كاريزما حلوه قوي. وفضلت كده لغايه اول زياره جامعيه لمدرسه. الزياره دي يا جماعه اللي اشتغلوا في شركات الخدمات الطلابيه عارفيني، بناخد طلاب مدرسه وبنوديهم جامعه يتفرجوا عليها. مهما كان الطالب كبير وعاقل في سنه ثالثه ثانوي بقى خريج، بمجرد ما يدخل الجامعه بتلاقي فيه كميه هبل بينزل عليه. يعني هندرس في كل دي يعني؟ في هبل بينزل عليهم من السماء وتحسهم اطفال كده، يجوا يقولوا لنا بقى ايه، مستر محمد، مس نجيه، مش عارف ايه، بيجوا عندنا ويقولوا لي بقول لك ايه يا اسطى،
فاللي هو في ايه، ما انا معاهم في الشركه. يقول لي انت مش في جريد 11، انا افتكرتك في اليوم ده. لو تفتكر يا جيمي قلت لك لازم نعمل يونيفورم عشان نبين ان احنا في نفس المكتب، وعملته بس طلع مش مقاسي فسبت الشغل. وسبت الشغل ورحت لاكتر شغلانه في الحياه فيها كاريزما. عارفين قصدي على ايه؟ الديجيتال ماركتينج. هو تسويق الكتروني عادي، بس هي قوته في انك بتقوله بالانجليزي. وقوه الكاريزما بتيجي في المجال ده ان انت كل حاجه عندك بالانجليزي بتقولها. لو احنا هنعمل الاودينس ونظبط الاستراتيجي ونحاول نوصل للبرودكتس، الموضوع فيه كاريزما عاليه قوي. بس انا في مشكله واجهتها لما اشتغلت، ان انا الصفحه اللي انا مسكتها هي صفحه خليجيه بتقدم مستحضرات تجميل للبنات. بص الشغل مش عيب، ما تبصليش كده. ومش دي المشكله، المشكله ان الصفحات الخليجيه اللي بتقدم مستحضرات تجميل للبنات بيترجموا اسماء المنتجات ترجمه حرفيه. انا ما عنديش مشكله مع العربي، بس عندي مشكله مع الترجمه الحرفيه. يعني انا بكون قاعد في وسط اصحابي ويجي لي مكالمه، طبعا انا برد وانا في وسط اصحابي عشان بقول لهم الكاريزما. بعد اذنكم يا شباب بس صوت، في مكالمه شغل بس. الو يا استاذ نهى اتفضلي. بالنسبه للكامبين اللي احنا شغالين عليه، انا ظبطت الاودينس وظبطت الاوردر اوف برودكتس اللي هنشتغل عليهم، الاستراتيجي جاهزه وكل حاجه. اول برودكت جيل الاستحمام الطبيعي. لا ده الاول. اخر واحد هو اللي هيبقى كريم تفتيح المناطق الحساسه. الكاريزما بتنهار في لحظه، وللاسف انا مضطر اكمل في الشغل ده لان انا اوبشناتي في الشغل مش كتير. انا مش كل الشغلانات مناسبه ليا. يعني مثلا في مره واحد صاحبي كلمني قال لي مدرسه عندنا بتدور على حد يشتغل معايا في. قلت له انت بتشتغل ايه؟ حلو، مدرسه بقى فاهم، مدرس بتاع كاريزما. فقال لي انا مشرف في رياض اطفال، بيبي سيتر يعني، بس هو بيقولها بروشنه. قلت له تمام. قال لي تعالى بص جرب الشغلانه اول يوم وبتاع وشوف وانت اللي هتختار. فرحت. انت بص، انت مشرف رياض الاطفال، انت بتبقى قاعد في قاعه في 20 طفل قدامك، كل مهمتك في الحياه ان محدش فيهم يموت، وهم بتحسهم عايزين يموتوا. في غباء نازل عليهم من السماء. تلاقي الطفل انا هحط صباعي في خرم الحيطه دي انا، وتلاقي التاني انا نط من فوق الترابيزه، انا سوبرمان. اي حاجه توديهم في داهيه. انا هخش هندسه، انا هخش. غباء نازل من السماء. وانا يعني شغلانه زي دي محتاجه واحد عنده سرعه استيعاب، وانا ما عنديش سرعه استيعاب. انا عندي بطء في الاستيعاب. انا عندي بطء في استيعاب لدرجه اشرح لكم. بصوا يا جماعه، انا عمري ما دخنت ومش بدخن، ومع ذلك كل مره اكون ماشي في الشارع وحد يقول لي شكماك فارمه يوك ابي والله. فواحد بسرعه الاستيعاب هذه في وسط اطفال قاعدين بيجروا، على بال لما الطفل لا هتصبح في خرم الحيطه، مش على بال لما اروح له هيكون مات قدامي، وانا مش عارف اعمل ايه لو طفل منهم مات. يعني ما هدفع التامين يعني، انا ما عنديش اي فكره. ولا الطفل تاني يكون واقف على الترابيزه، انا قلت فوق الترابيزه، انا اروح له يكون نزل على دماغه، جاله تخلف عقلي. بقى عندنا متخلف عقلي جديد في المجتمع، وهم بقوا كتير قوي. يقعد ورا شاشات السوشيال ميديا كده في البيت. على فكره اعتقد الشاورما التركي احلى من الشاورما السوري. في رايي الخاص اعتقد ان عرب فلسطين هم من باعوا ارضهم. انت اي حاجه فيها تخلف. لذلك اعزائي انا ما بحبش غباء الاطفال وما بحبش ذكاء الاطفال برضو. يعني في اطفال برضو، في طفل يا جماعه من اللي موجودين كان قد كده. عارفين في اطفال بيبقى عندهم بلاغه لغويه تفوق سنهم بكتير. في طفل في الحجم ده صاحبي اخذ منه الكوره، بيلعب بالكوره، فصاحبي اخذ منه الكوره ورماها له. المنتظر من طفل في هذا الحجم ان هو يبص الكوره، كورتي مش عارف ايه، ويمشي وراها. صاحبي اخذ الكوره ورماها، طفل بص للكوره وبص لصاحبي وبص للكوره
وقال له يلعن امك يا اخي. فانا عامه ما بحبش الاطفال بشكل عام، وفي شغلانات تانية انا مش محتاج اشرح انا ليه ما ينفعش فيها. يعني مثلا دي مش محتاج اشرح واظن انتوا هتفهموها على طول. انا كزياد ما ينفعش اشتغل في الجيم مثلا. يعني انا ما ينفعش اروح الجيم. انا كل تجربتي في الجيم في حياتي ان انا مره كنت ماشي في الشارع وقلت اما اروح اسال عن اشتراكات الجيم، ودخلت ولقيتهم بيستخدموا الجيم يا جماعه، بيستخدموا اسلوب في النصب انا بكرهه قوي، اسمه اسلوب الترغيب. في نوعين في النصب، الترغيب وايه؟ ترهيب. الترهيب ده زي سواقين التاكسي مثلا. خلينا اشرح الترهيب. سواق التاكسي لما تبقى قاعد جنبه بيبقى كل هدفه في الحياه انه يحسسك بالخوف بدون اي سبب. انت بتركب عادي، هو بيبقى عادي اصلا وسايق وبتاع ورايق. اول لما تقعد جنبه بيفتح معاك الموضوع عادي، اول ما تدخل ناريا جيتشور مش عارف ايه. بعدين بيحاول يحسسك بغضبه وعصبيته، والموضوع مش بيبقى منطقي ابدا ولا مقنع، لان هو اكيد يعني سبحان الله سبحان الله سواق تاكسي في اسطنبول مستغرب ومتعصب ومتفاجئ ان اسطنبول زحمه. فانت بتبقى قاعد جنبه، وهو اول لما تركب بيحاول يحسسك ان هو عادي في الاول وسايق ونرى لسانه ومش عارف ايه الحاجات دي. بعدين واحده واحده الله الله شوك ترافيك فار والله مش عارف ايه، ويفضل سايق ويبدا يعلي في صوته، وانا قاعد جنبه عامل هو عارف ان انا ما بتكلمش تركي، فانا عامل نفسي عبيط، فبيبدا يستخدم لغه الجسد. اول لما يقف في اشاره الله الله، وفي رفعه في الايد كده مش مفهومه وملهاش اي تفسير غير ان انت معترض على قرار الحكم، يعني ملهاش اي تفسير في الدنيا، وانت بتبقاش فاهم هو بيقول ايه. انا ببقى فاهم الكونسبت اللي هو عايز يقوله، ان هو بصوا يا جماعه انا متعصب قوي ومش شايف قدامي فانصب عليك في 50 ليره فما تركزش بقى. وانا ببقى عارف ان هو عايز يعمل كده، فبديله 50 ليره وانا نازل، ان انا اكيد مش هتخانق معاه. يا جماعه مبدئيا سواقين التاكسي مخيفين جدا واقوياء جدا. انت بتبقى في مملكته وهو بيبقى قاعد مش رابط حزام الامان بتاعه، فهو مش فارقه له سلامته في حاجه، فاكيد سلامتك ما مش فارقه له في حاجه. المهم نرجع لايه؟ لاسلوب الترغيب في الجيم. انت لما تدخل الجيم دايما بيبقى فيه بنت بيختاروا احلى بنت في الحياه ويوقفوها هي على الاستقبال لابسه لبس اعلام مخدات، مش عارف ما لهاش اي معنى، يعني ايه صله ده بالجيم مش عارف. واول ما تدخل بتبدا تتعامل معاك بلطف رهيب وتضحك على كل حاجه بتقولها، تقول لها عايز اسال على اشتراكات واحنا كرجاله بطبيعتنا محرومين ايا كان وضعك الاجتماعي بقى. ما هتقول انا مخطوبه انا متجوز، لا كلنا محرومين. اي راجل يا جماعه، ودي كلام موجه للبنات عشان تبقوا عارفينه بصراحه، يعني لما اي بنت تضحك له على اي حاجه قالها في حياته بتلاقيه اللي هو طبعا في رجاله الكاريزما اللي هو البنت بتضحك له بيبقى عادي بس من جواه فكره بقى ان انا كوميديان فدي شغلانتي، فهي لما ضحكت مفيش اي استثناءات، هو كلنا كده من الاخر. فانا دخلت معاه في نقاش، قاعد بسال بقى ايه ده مش عارف ايه بتاع، وعامل نفسي كاني بجرب المكنه وبتاع والجو ده. فسالتني وقالت لي ها هتعمل اشتراك سنوي ولا 6 شهور؟ قلت لها والله انا بس كنت بسال، انت كبرتي الموضوع ليه كده؟ قلت لها انا ممكن اروح واجي كمان يومين اسجل. قالت لي لا دايما سبحان الله بيكون في عرض هيخلص النهارده والله دايما. فقالت لي ده في عرض هيخلص النهارده انت هتضيعه ولا ايه؟ قلت لها تمام انا معيش فلوس دلوقتي فانا ممكن اروح اجيب الفلوس واجي. قالت لي طب ما تدفع نص الاشتراك وادفع الباقي بعدين. قلت لها لا انا كده مش هروح لا مش بهزر بتكلم بجد. يعني هو ان انت محروم فماشي بتكمل الموضوع، بس لو انا سجلت ابقى خروف بقى، دي مرحله الليل. المهم بعدها بيومين كان اول يوم ليا في الاشتراك السنوي دخلت الجيم، وبعد اسلوب الترغيب اللي استخدموه ظهر الوجه الحقيقي للجيم. انا اول لما دخلت الجيم المكان يا جماعه مرعب بشكل غريب،
في كميه ناس اقوياء جوه. سنتين بيجدد ايه عشان كل مره بيلاقيها. كنت بقول ايه؟ في كميه ناس اقوياء ومرعبه وعرق وكل حاجه كده، وانا مكاني مش مناسب. انا شكلي كزياد مش راكب على الجيم. يعني عارفين الناس اللي هي بتتصور وبتنزل صور ليها في الجيم اوركار مش عارف ايه، انا ما ينفعش اتصور في الجيم. يعني انا مش عارف لو نزلت صوره ليا في الجيم هكتب عليها ايه التبرير يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن اكتبها طريق ال1000 ميل يبدا بخطوه، ما في بعد كده مفيش حاجه تانية ممكن تتكتب. وطبعا هما بيتدربوا بيبقى في نظره غضب وتحدي بيفضلوا محافظين عليها، فاهم؟ هو بيتدرب ويخش في المود ويفضلوا مكشرين في وش بعض، هو انا قوي وانت قوي مش عارف ايه. انا ما بعرفش اعمل كده. انا بدخل في مود التمرين وبكشر، اول لما حد عيني تيجي في عينه بيرن عابي اي والله، ما بقدرش اخش في التحدي ده معاه مهما كنت منسجم في التمرين. لو بيرن عابي اي والله. فانا قاعد بتمشى في الجيم في اول يوم، وبصوا انا هشرح لكم الجيم بيشتغل ازاي عامه، عشان في اللي يقول لك انا كنت في الجيم واقول لك تتمرن ازاي صح. هو في قاعدتين. القاعده الاولى ان انت بتلاقي جهاز فيه مثلث افقي، ده كده هتقعد عليه، وبعدين في حاجه بتتحرك في الجهاز فانت هتحركها بس وانت فارد ظهرك. تمام؟ ده كده الطريقه في الجيم. فانا ماشي قاعد بتفرج على الاجهزه في الجيم، وبعدين لقيت عارفين انتوا الجهاز اللي هو ده اللي هو بيعمل بنشات كده، فقلت ايوه انا عايز ده، دي البدايه. فرحت كان في بنت بتتمرن، ففضلت واقف جنبها لغايه ما خلصت، بعدين قعدت فلقيتها كانت بتشيل 50، فقلت قشطه يعني بنت شايله 50 هشيل كام قشطه. فسبت ال 50 زي ما هي وفردت ظهري، وهي كانت لسه واقفه عشان مستنيه دورها، فعايزه ابين ان انا بروفيشنال. في برضه حاجه لازم تعملها عشان تبين ان انت بتفهم قوي في الجيم، ان انت تطلع هوا من بقك كتير قبل ما تتمرن، فاهم؟ وافرد ظهري زياده، هوا من بقي هوا من بقي. بعدين بدات لقيت الهوا بيطلع من كل حته، فاللي هو قلت انا مش فارد ظهري كويس ولا ايه؟ وفضل ده حالي في الجيم لغايه اما اكتشفت ان في صديق ليا بيشتغل مدرب في نفس الجيم اللي انا بتمرن فيه، اسمه كابتن محمود. مود. حد عارف انا كابتن محمود؟ هو معروف على السوشيال ميديا. كابتن محمود ده الناس اللي مش عارفاه، عارفين الناس اللي هي بتبقى طويله قوي وعندها عضلات كتير قوي؟ عارفين الناس دي؟ عارفينهم؟ كابتن محمود اكبر منهم كلهم بقى، هو اكبر واحد خالص. هو لما بتشوفه تقول ده مدرب جيم، هو شكله بنى جيم، هو عمل حاجه كبيره قوي في حياته. بيدخل الجيم بيعرف يعمل كل التمرينات اللي في الجيم، مجفل الامه، فاهم؟ ممكن يرفع اي حاجه في الجيم مهما كانت صعبه في الحياه عامه، ممكن يرفع GPA بتاعي اي حاجه. ومش عارف اللي انا هقوله ده يعني عادي اقوله، انا يعني عارف ان انا ما ينفعش اقوله كراجل، بس مش عايزكم تفهموني غلط. وجود كابتن محمود في نفس الجيم اللي انا بتمرن فيه بيحسسني بالامان. بصوا ما تفهموش غلط، بس هو فكره ان في واحد صاحبي بالقوه دي، انا ببقى عارفين انتوا في مرحله اللي هو الاستراحه اللي ما بين التمرينات، تلاقي شاب قاعد بيتمرن مش عارف ايه بتاع، بعدين بقى بيروح يقف قدام الكاميرا ويتصور بتاع، صور عضلات وبتاع. انا بالنسبه لي ده وقت فراغ ما بعملش فيه حاجه، فانا بخلص التمرينه وبعدين بروح بقى لكابتن محمود، اللي هو كابتن محمود صاحبي ده. كابتن محمود، انا اسف انا مثلتها غلط، خلينا نمثلها تاني. كابتن محمود، طبعا انا بعمل كده بتيجي في ركبته. كابتن محمود هو طبعا ايه ده زياد ايه. كابتن محمود يا جماعه قوي لدرجه اعتقد ان هو ما يعرفش ان سواقين التاكسي ممكن يتعصبوا. يعني انا ما اعتقدش ان هو اتحط في الموقف ده قبل كده. يعني المشهد اللي بيجي في دماغي ان كابتن محمود لما يجي يركب عند سواق تاكسي، تلاقي سواق التاكسي راكب، كابتن يفتح لكابتن محمود
نارا جاتشور، تلاقيه بيحاول يبين ان هو سعيد طول الطريق، مش متعصب خالص، بيكون هو اشك زي الله. حاول يفتح معاه مواضيع عشان نتصاحب عليه. نارا لسن. يقول له سوري كابتن محمود سوري، انجو زي والله. بصوا يا جماعه، انا مش بكره الجيم ولا بكره الهندسه ولا بكره اي حاجه من الحاجات دي، بس انا في نوعين بكرههم قوي في الناس اللي بتروح الجيم في الحياه. النوع الاول هو الشخص اللي بيروح الجيم ويبني عضلات عشان يلبس عليها بدله ضيقه قوي ويفتح شركه استثمار عقاري. موضوع شكله مقرف، ومش معنى ان انت بنيت جسمك ان انا هثق فيك تبني عماره، يعني ملوش اي علاقه. والنوع التاني الشخص اللي بيروح الجيم 6 شهور عشان خاطر الاكس تندم لما تشوفني بعد تلاقيه 6 شهور قاعد بيصرف فلوس ومجهود وياكل بروتين ويحزق ومش عارف يطلع هوا من كل حته وكل الحاجات دي، عشان بعد 6 شهور في عيد ميلاد صاحبتها، ان هي كده عامله له بلوك، ففي عيد ميلاد صاحبتها بالصدفه وهو قاعد كده وبكل ثقه وشايفها بص من بعيد، يقول لي بص والله ندمانه والله ما انا راجع، وهي الناحيه التانيه واقفه. الواد ده مش مطمنه له، بيفكرني بمصطفى. كلنا عندنا مصطفى في حياتنا بيمر بنفس التجربه. انا كلمت مصطفى ده في الموضوع، قلت له انت مش حاسس ان انت غبي قوي باللي انت بتعمله في حياتك؟ يعني انت بتبذل كميه مجهود ووقت في حاجه انت اوريدي مش مقتنع بيها لمجرد ان عشان عايز تعجب حد تاني. قال لي هي دي بقى الهندسه. شكرا. يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه بس، اظن حاجه سايكو قالها. انا قابلت سايكو امتى؟ من 2019 2018، من 4 سنين ولا حاجه. شاركنا حلم سوا انا وهو، ان احنا يجي يوم ننظم فيه عرض بنفسنا من اوله لاخره، واليوم ده النهارده. بجد بعيدا عن اي حاجه، يعني المجهود اللي انا عملته لا يقارن بالناس اللي وقفت جنبي كلها، فريق التنظيم وفريق التصوير واصحابي اللي جم ودعموني. فعايز اوجه لكم شكر كبير قوي قوي، من غيركم الموضوع ما كانش هيتم، بفضل الله طبعا وبفضلكم. هنعمل عروض تانية جديدة فانتظرونا. كان معاكم زياد الشريف، وشكرا شكرا شكرا.